السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اخواتي. النهارده هفيدكم بماسك جميل، ماسك خطير، مش ماسك بقى، سيرم للبشرة مغذي، اللي هو الماسك اللي بيقولوا عليه، او السيرم اللي بيقولوا عليه كوري. طبعا انا هقدمه لكم بأبسط ما يمكن. والمكونات بتاعتنا مسي عليهم الاول يا جوجو. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنجيب البوله، هنجيب معانا جل صبار، بس يا ريت يكون الابيض لان ابن اشترى لي ده، ما كنتش انا اللي نزلت اشتريه. عندنا فيتامين اي لو شرايط او العبوه زي كده مش مشكله. عندنا بذر كتان مغلي، واخدين معلقه بذر كتان ونحطها في كوبايه ونص ميه ونغليها ونصفيها، هتدينا الماده اللزجه ديت اللي هو الكولاجين اللي هو البوتكس اللي هو فيلر. معانا معلقه عرق سوس منقوعه من الليل، بس انا واخده حبه صغيره مصفياهم، لكن ده المنقوع اهوت، منقوع العرق سوس، وكنت حاطه عليه معلقه بودر لبن بودر، فطبعا انا مصفيه واخده من ده مصفيه في الطبق ده. عموما 4 حاجات هم اللي معانا اهمت، 4 حاجات اهم نقدمهم في الكاميرا، 4 حاجات اهمت اهو. خلاص، دول ال4 مكونات اللي هنعمل منهم الوصفه. اي اضافات هقول لكم برضه. هناخد معلقه بذر كتان، معلقه بذر كتان، معلقه جل صبار، دي بتنزل بقى لازم بالكده، تمام اهوت. ان شاء الله السيرم ده هيبقى مفيد للبشره. ده السيرم الكوري اللي هابل الكل اهوت، معلقه كبيره اهيت، على ما نزلت بس. المكونين دول هنضربهم مع بعض كويس اهوت. زي ما احنا شايفين اهوت. هنيجي نحط ايه تاني اهوت. هنحط فيتامين اي نقطتين اهي. هنحط لو عندنا زيت لوز حلو نحط اهوت، قيمه نص معلقه صغيره زي ما احنا شايفين. وبرده كل مكون نحطه نبدا ندمج كويس زي ما احنا شايفين برده تقيل اهو، زي ما احنا شايفينه تقيل. هنيجي بقى اللي هو العرق سوس، هناخد قيمه معلقه ونشوف، ندمجها ونشوف. لو تقيل قوي نبدا ناخد معلقه كمان اهوت. ده بقى تفتيح العرق سوس. فوائده في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في فوسفور. فافتكر معلقه ما ننقعها وفيها الفايده دي كلها، يعني هقول ايه بعد كده اهوت. تمام، لسه لازج قوي، ناخد معلقه كمان اهي، معلقه وندمجها اهوت. طبعا هنا كولاجين من بذر الكتان اللي مغلي، واخدين الجل بتاعه. هنا فيتامينات عديده، مغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفور وفيتامين اي، يعني بصوا فيها كل الفوائد اللي احنا عاوزينها لبشرتنا. يبقى عاوزين ايه بعد كده اهي. من معلقه عرق سوس منقوعه مع معلقه لبن بودر منقوعه في كوبايه ميه، هنعمل منها حاجات مفيده. ده سيرم، وطبعا معروف عن العرق سوس اللي هو اهوت. العرق سوس بيحوش التسبغات، برضو تفتيح هايل للبشره. اهم حاجه التقليب. حاسه انها تقيله، لا بس هي سمكها كده كويس اهوت، لانها سيرم اهوت. تمام، عاوزه برضو اخففها سيكه، نخففها سنه بسيطه اهو. ناخد معلقه ثانيه ونضربها. هو في الاول بتحسي انها فكت، لكن هي مش هتفك، بترجع تربط تاني اهو. ده كده السيرم بتاعنا اهوت. طبعا عبيه، لان انا ما عنديش عبوه. ممكن في عبوه زي ديت اللي هي بتبقى من فوق انها بتنقط، او اللي هي فيها قطاره، اي عبوه قطاره وتحطها فيها وتستخدميه كل ليله بالليل. تحطي نقطه 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 وتدلكي وتعملي عمليه مساج كده للبشره، ان انت الخطوط التعبيريه والخطوط الرفيعه اللي هنا او هنا، العلامات اللي هنا، كل ده بتملاه، وكل ده بتعوض البشره بالكولاجين الطبيعي. ولا تشتري كريمات غاليه، ولا تكلفي نفسك بكريم بسيط جدا جدا اهوت. عملنا سيرم، بقول كريم، ب4 حاجات. عملنا سيرم للبشره اللي هو وصفه الكوريات، تفتيح، تنعيم، ترطيب، فوائد عديده اهوت. وده السيرم اهوت، تمام اهوت. ده السيرم وده سمبو هنستخدمه كده ونحطه على بشرتنا. البشره تكون مغسوله بميه فتره عشان نفتح المسام، عشان تاخد الفوائد اللي في الماسك ده، ونبدا نوزعه على بشرتنا بحركات اللي هي يعني بصوا من الداخل للخارج، ان هي عمليه فرد كده. بعد السيرم بنحطه بالليل وننام بيه، ونقوم الصبح نغسله اهوت. مفيش اي حاجه الايد شربته، لا مزيت ولا عامل اي حاجه اهو. تمام، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.